أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الخميس في براغ أنه بعد الموقف الذي عبرت عنه جمهورية التشيك اليوم، أصبح 14 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي يدعمون ويثمنون مخطط الحكم الذاتي، وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها الملك محمد السادس. وأبرز بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي أن المملكة المغربية تثمن عاليا موقف جمهورية التشيك من قضية الصحراء المغربية، والتي اعتبرت أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهود جاد وذو مصداقية من جانب المملكة، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الدعم يندرج ضمن توجه دولي لجعل مبادرة الحكم الذاتي أساساً لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية. وجاء موقف جمهورية التشيك بخصوص قضية الصحراء المغربية في إعلان مشترك وقعه اليوم الخميس ببراغ كل من بوريطة ووزير الشؤون الخارجية التشيكي يان ليبافسكي. صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد التراب الوطني تعيين عبد الباقي الحسني مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق، والمصطفى الأعريشي مديرا للوكالة الحضرية لآسف اليوسفية. وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة تعيين رضا عيوش مديرا للاستراتيجية والإحصائيات. وتابع الوزير أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين أحمد مشطاشي رئيسا لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وبالعيد بوكادير رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، وعز الدين عازم رئيسا لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وعبد الجليل الكريفة عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش. اعتبرت جمهورية التشيك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي وقعه اليوم الخميس ببراغ كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية التشيكي يان ليبافسكي. وأكد الطرفان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا ولجهوده الرامية إلى الدفع بالمسلسل السياسي على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الإعلان المشترك جدد بوريطة الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية التشيك والسيد ليبافسكي التأكيد على دعمهما لبعثة المينورسو.